رسمياً، المغرب يفوز بتنظيم أفريقيا 2025. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم الأربعاء الدول المستضيفة لبطولتي كأس الأمم الأفريقية نسختي 2025 و2027. وقال باتريس موتسيبي رئيس الكاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المكتب التنفيذي اليوم في القاهرة إن المغرب فاز بحق استضافة أفريقيا 2025. وتابع: فازت كينيا وأوغندا وتنزانيا بحق استضافة أفريقيا 2027. وتحدث موتسيبي عن الكرة الأفريقية مؤكدا ثقته في قدرتها على الفوز ببطولة كأس العالم يوما ما، وواصل أن الكاف يقيم بعض المسابقات الجديدة لتطوير الكرة الأفريقية مثل دور السوبر المقرر انطلاقه في أكتوبر تشرين الأول المقبل. وختم: لقد كنا صارمين في الشروط التي وضعناها لكينيا وأوغندا وتنزانيا من أجل استضافة الكان، وأبرزها حرية التنقل. وكانت الجزائر سحبت طلب استضافة أفريقيا 2025 أمس الثلاثاء. جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من أفريقيا تقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير كانون الثاني من عام 2024. تين هاج أم رابط يملك الجودة؟ أعرب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه فريقه في الفوز أمس الثلاثاء على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في الدور الثالث من كأس الرابطة. وقال تين هاج عن ذلك الانتصار في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: كانت أمسية رائعة، لعبنا بصورة جيدة للغاية وسيطرنا على اللقاء، هذا ما نبحث عنه. وعن مشاركة سفيان أمرابط كظهير أيسر قال: أعرف أنه قادر على ذلك، هو لاعب يقدم للفريق ما يحتاجه في ظل امتلاكه الجودة والطاقة والحيوية. أمرابط مستعد لحراسة مرمى مانشستر يونايتد. وعقب المباراة تحدث النجم المغربي لشبكة سكاي سبورتس قائلاً: مانشستر يونايتد كان حلمي منذ أن كنت طفلاً. وأضاف عن مشاركته في مركز الظهير الأيسر قائلاً: ألعب في أي مركز يمكنني خلاله مساعدة الفريق، حتى لو حارس مرمى، فأنا ألعب من أجل الشعار.